غادي تنفذ الزاويه، لعبت الكره في القائمه الثاني، الراسيه فرصه الهدف، الهدف هدف اول لفائده فريق الوداد. امين فرحان يزرع الفرحه في صفوف وفي جماهير عند جماهير فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره لجماهير فريق الوداد، تلعبت بشكل ممتاز، الراسيه وامين فرحان في المكان المناسب. سفين فان دين بروك بدا يدون اولى اهداف هذا اللقاء. اذا الحل جاء من المدافع ولم ياتي من المرمى، يتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا الراسيه ما كانش هناك يعني رقابه على اللاعبين. امين فرحان لاحظوا يعني بهدوء كبير كيوضع الكره في شباك الحارس احمد مروان بيساك وفريق الوداد. الكره خروج الحارس يوسف مطيع كيبعد الخطوره، صباح العلم الخطا. عبد الرحيم برقيت لعبت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه الراسيه لكن مشات فوق المرمى، كانت بواسطه لاعب حمزه الدرعي. تابع تفدات هذه الكره الثابته الراسيه ديال حمزه الدرعي ولكن مشات فوق مرمى الحارس ديال السنوات، بالاضافه لقبين بالنسبه للدوري الابطال الافريقيه. هذه فرصه تدخل الحارس ممتاز يوسف مطيع اللي يتمكن من قبض الجوله الثانيه. لعبت الكره دائريه، الراسيه ديال عبد الله فرح، فرصه والهدف، هدف التعادل لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدين بواسطه حمزه الدرعي. حمزه الدرعي كيتمكن من وضع الكره في الشباك، هدف التعادل. كذلك جاب الكره الثابته ومن الزاويه حمزه الدرعي يستغل، كنقول بانه كان هناك انسباك على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، وحمزه الدرعي يتمكن من وضع الكره في شباك الحارس يوسف مطيع، وبالتالي كتغير النتيجه، هدف لمثل بين الفريقين. فرحه كبيره، المحاوله نفذت الزاويه، الراسيه ديال عبد الله فرح وحمزه الدرعي الذي يكمل الكره. لاحظوا كان فراغ على مستوى الدفاع، ما كانش هناك تغطيه، وبالتالي حمزه الدرعي يتمكن من وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه، وبالراس يكمل الكره معلنا عن هدف التعادل. تدخل اسامه سكحان، هذه فرصه من فريق الوداد، هناك تغطيه من موكوكو كتلعب الكره حميد حداد، فرصه الهدف تمريره ولكن ما كانش بشكل جيد. دائما فرصه تسديده ولكن بعيده، محاوله منه خطا فادح للمدافع موكوكو اللي ارتكب لهذا الخطا وفقد التوازن، ولكن التمريره ما كانش بشكل جيد من حميد حداد، ثم تسديده بعيده على مرمى الحارس احمد مروان بيساك. لاحظوا هذا سقوط ديال بوكوكو الحين لمؤيد اللافي. تبعد المحاوله من الجهه اليمنى، فرصه من فريق الوداد، رفعت كره، فرصه الهدف، دائما خطوره. غادي يكون الوداد في مواجهه فريق الاهلي المصري، هناك محمود كهرباء اللاعب اللي عنده 5 ديال الاهداف ممتاز. كتكون مواجهه هذه فرصه خطا على مستوى الدفاع وتدخل بعد كره. الحكم كان ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء، كان خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل امام مؤيد اللافي والحكم يعلن عن موكوكو، رجع الكره للحارس احمد مروان بيساك اللي تمكنش من ابعاد الكره. مؤيد اللافي كان تدخل ديال المدافع طاهر عبد السلام المدافع الليبي. سعيد للتنفيذ، ايمن الحسوني والهدف الثاني لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطة الجزاء أحمد مروان بيساك في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى. فرحة كبيرة للاعبي وكذلك الطاقم التقني والجماهير فريق الوداد اللي كياخذ التقدم مرة أخرى في هذا اللقاء على بعد تقريبا 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. أمامنا لاعب أيمن الحسوني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الوداد من نقطة الجزاء. لاحظوا الفرحه ديال التقدم من جديد لفائده فريق الوداد. لاحظوا ايمن الحسوني كيوضع الكره في المكان المناسب بعد ما احمد مروان بيساك اختار الجهه اليمنى، وهدف ثاني لفائده الفريق الاحمر فريق الوداد. تبادل المحاوله، رفعت الكره مره اخرى داخل منطقه الجزاء، خروج حارس كان المطالبه بالخروج. تبادل المحاوله بواسطه مؤيد اللافي، تمريره، فرصه مؤيد اللافي لبوليسامبو جونيور، تسديده، فرصه وفوق المرمى. بوليسامبو جونيور يسدد تسديده قويه مشات نتابع هذه المحاوله. لاحظوا من جديد بوليسامبو جونيور بحث على انه يوضع الكره ولكن مشات بعيده.
لحقوها مع الفريق